السلام عليكم. شكينا البحار، طالبة في السنة الثالثة بالهندسة المعمارية بالجامعة الدولية للرباط. أولا شكرا رئيس الحكومة على قبولكم دعوة مدرسة العلوم السياسية بالجامعة الدولية للرباط. ثانيا كنت أود أن أسألكم سؤالا حول مشاركة الشباب في السياسة. بالنسبة لكم فعندكم شبيبة تبارك الله عليها حاضرة وبقوة في المجال السياسي، ولكن كنلاحظوا بأنها ما كاينش عندها تواجد في الحكومة الحالية، فكيفاش يمكنكم تشرحوا هذا الشيء؟ السؤال الثاني هو أنه أنتم رئيس حكومة ديال جميع المغاربة، وقع زلزال في الريف. كنلاحظوا بأنكم ما عقبتوش تماما على الزلزال اللي وقع بالريف، وما عطيتوش لا الاعلام ولا كاين واحد التجاهل من طرف الحكومه. شنو هو التعقيب ديالكم على هذا الشيء؟ شكرا. بون، القضيه ديال الزلزال ديال الريف، يعني واش ماشي عيب يتقال لواحد الحكومه زلزال في الريف تجاهلناه؟ يعني اسو بوان ما عندناش الحس الوطني. الريف مغاربه بحالنا بحالهم، مسلمين بحالنا بحالهم، تنبغيوهم تيبغيونا. عيتو ما نحاول تهرب من هذه الاسئله، ولكن غنجاوبكم. حنا بصراحه كحكومه ملي جلاله الملك تيعتني بشي حاجه ما تنبغيوش نبداو كنبالو حتى حنا مداحسين معاه. واش فهمتي؟ كنعتبروا باللي جلاله الملك ملي كيوقع لا قدر الله شي حادثه وتيمشي هو تيواسي الضحايا وتيتكلف بالجنازات وتيعطي للاسر. ملي كنشوفوا سيدنا يعني كتوقع شي مشكله كنقولوا صافي راه ناب علينا، حنا راه خدامين غير معاه. واش تيسحب لك لالا غنديروا هنا لا كوابيتاسيون اللي كانت بين الشراك وبين ميتيرون ولا بين الشراك وبين جوسبان؟ حنا ماشي فرنسا، ما كاينش لا كوابيتاسيون. حنا في واحد الدوله عربيه اسلاميه الرئيس ديالها الملك رئيس الدوله وامير المؤمنين. دونك ملي هو كيقوم بشي حاجه كينوب علينا فيها، الا احتاجنا حنا معاه. سيتو داك الشيء اللي كيخدم راه ماشي هو اللي كيخدمو، راه الحكومه اللي كتخدمو، ولكن التوجيهات ديالو، الرئاسه ديالو. والنهار الاول فاش جيت انا قلتها لكم، قلت لكم انا الا كنتيو عوالين على شي رئيس حكومه يدبز لكم مع الملك ديالكم بعدوا مني، انا ما صرحش لكم. سيروا قلبوا على شي رئيس حكومه اخر. انا ما جايش باش نكون زعيم، اسيدي انا ماشي زعيم، انا غير عبد